أنا عارف إن أغلب الناس هنا بتشتغل في تجارة الدومينات، أو شايفين إن تجارة الدومينات هي فرصة حلوة جدا لإنهم يحققوا دخل شهري كويس. لكن أنت ممكن تستغل الدومينات دي مش بس تبيعها لوحدها، لكن تربطهم بموقع وتكسب منه، وبعدين تبيعها هي والموقع مع بعض. في الفيديو ده هوريكم موقعين أنا بعتهم على مدار السنين اللي فاتت وجابولي تقريبا ربع مليون جنيه مصري. والجميل في الأمر إن موقع من الاتنين كنت عامله ببلاش، حرفيا عامله على مدونة مجانية من بلوجر، مكلفتنيش أي حاجة غير تمن الدومين بس، اللي هو تقريبا كنت جايبه $1 وقتها من جدادي. وطبعا للي عارف بلوجر فهي مدونة بتتعمل حرفيا في دقيقتين بس. ده كان أول موقع أبيعه، بعته تقريبا ب70 أو 75 ألف جنيه من كام سنة، يعني كان قبل التعويمات والكلام ده، فده كان مبلغ عملاق جدا. أنا فاكر إن أنا جبت بيه ماك بوك وإيربودز وحاجات كتير جدا. يعني دلوقتي طبعا مبلغ 75 ألف جنيه ما يجيبوش ماك خالص، لكن عشان أنا بوريك بس إن المبلغ كان كبير وقتها. وهي مدونة مجانية، واللي اشتراها مش حد مش فاهم، لا هو حد متخصص في المجال وعنده قناة يوتيوب كمان فيها شروحات وحاجات كده. بس الفكرة في انك تعرف تخلي المدونة بتاعتك او الموقع بتاعك يجيب زيارات، وطبعا الزيارات دي تكون اورجانيك اللي هي من محركات البحث زي جوجل وبينج والكلام ده كله. تاني موقع بعته طبعا كنت صرفت عليه شوية. الموقع ده انا بعته ب180 ألف جنيه. هو كان حرفيا براند، لان الناس كانت بتبحث عن الروايات باسم الموقع، اللي هو رواية كذا مدونة دار مصر. وقناة التليجرام بتاعته كانت كبيرة جدا. طيب دلوقتي انت ازاي اصلا تعمل حاجة زي كده؟ يعني ازاي تعمل موقع وبعدين تربطه بدومين وتبيعه؟ ده انا هشرحه لك خطوة بخطوة. هنعمل مع بعض دورة جديدة كده، هنعمل فيها موقع من الصفر، وهفضل متابع معاك كل يوم وانا بوريك انا ازاي عملت الموقع، ازاي ربطته بدومين، حطيت محتوى، جبت زيارات ولا لا، لحد ما نحط عليه شركة إعلانات ونكسب لحد ما نلاقي مشتري للدومين أو الموقع. طيب أنت دلوقتي هتسألني يعني أنا أتعب في الموقع وفي الآخر الدومين يتباع ويبقى الموقع من غير دومين ويبقى خسرت كل حاجة؟ الحقيقة لأ. هقول لك ليه إحنا كمان بنسوق الدومين بالطريقة دي. أنت لما تيجي تبيع دومين لحد، وخاصة للأجانب أو الشركات الأجنبية، هو بيبص على حاجة مهمة جدا: تاريخ الدومين ده إيه، وهل بيجيب زيارات ولا لأ. وكل ما كانت زياراته أكبر كل ما فرصه في البيع تكون أكبر. فأنت لو عملت موقع بغرض تسويق الدومين أو تسويق الموقع أو الدومين، فأنت لازم تعرض الدومين ده بسعر أعلى. يعني لو الدومين مثلا ثمنه $50، فأنت تعرضه ب $500، لأن عليه بحث، وبحث مش عادي، لا ده بحث اورجانيك من جوجل. ودي حاجة مهمة جدا لأي تاجر دومينات، وخاصة الناس اللي بتشتري الدومينات بغرض تسويقها فيما بعد. وعلى فكرة الناس دي هي الفئة الأكبر من تجار الدومينات. يعني أنا في العادي بشوف من الخطأ أصلا إن إحنا نقعد ندور في الشريحة الضيقة جدا بتاعت أصحاب الشركات أو أصحاب المشاريع عشان نبيع لهم. لا، أنت ممكن تدور على تاجر دومينات أجنبي أو مسوقين الدومينات الأجانب، لأنهم فعلا بيشتروا كمية كبيرة جدا من الدومينات عشان يكبروا محفظتهم، وخاصة الدومينات اللي عليها زيارات، لأنهم بيحطوها في أوائل القايمة بتاعة التسويقات. وده كله هنشرحه في دورة تجارة المواقع اللي هنعملها سوا الفترة الجاية. فلو مهتم بالدورة دي قولي في الكومنتات، ودوس لايك واشترك في القناة عشان تتابعها أول بأول. وأنا عارف ومتأكد إن شاء الله إنها هتكون من أقوى وافضل الدورات اللي هتفيدك على اليوتيوب بشكل عام، واللي هتخليك تحقق دخل سريع من اول اسبوع كمان. وهقول لك ازاي من اول اسبوع تحقق دخل يومي من موقعك. فبس كده، بالفيديو يكون عجبكم، وسلام.